ازيكم؟ انا اخصائي اجتماعي مسؤول عن المشردين اللي مرميين في الشوارع، بس في حالة من الحالات اللي كنت مسؤول عنها هتفضل تطاردني لحد اخر يوم في حياتي. كان قاعد قصادي على المكتب، ضحك بسخرية وقال لي: على فكرة انا عارف انا هنا ليه. حضرتك بتحاول تفهم مني بقى انا مريض نفسي ولا مدمن ولا مسجل خطر ولا حكايتي ايه؟ عايز تعرف انا ليه رافض اعيش بين 4 حيطان وادفع ضرايبي للبلد زي اي بني ادم بيحترم نفسه؟ فقلت له: انا بس بحاول اعرف انت مين يا ماركوس، وصدقني انا عمري ما وصفت حد ولا فكرت في حد بالحاجات اللي انت قلتها من شويه دي. ده ببساطه لان الانسان مش بس شويه مشاكل غرقان فيها وخلاص. صرخ فيا بدهشه: مشاكل؟ تعرف ايه انت عن المشاكل؟ صحيح انا مش واحد من الزباله دول، واشاور ناحيه واحد مشرد تاني قاعد في حاله على الكرسي مستني دوره ما عملش اي حاجه. قبل ما يكمل كلام: بس انا عندي مشاكل ومشاكل كبيره قوي كمان. قلت له: وانا هنا عشان اساعدك تحل مشاكلك. كل اللي عايزه منك انك تهدى شويه وتقول لي انت متضايق كده ليه. قال لي: متضايق عشان عايز انام في شارع يا اخي، متضايق عشان مش عايز انام في زنزانه في المركز بتاعكو ده. قربت منه وعدلت نضارتي، هرشت في دقني وانا بختار كويس قوي الكلام اللي هقوله. والحركات اللي انا بعملها دي ما كانتش مجرد حركات عشوائيه، دي مجموعه حركات انا مذاكرها ومختارها كويس قوي عشان تطمن اللي قاعد قدامي وتخليه يفتح لي قلبه. وعارف ان معظمكم ممكن يشوف ان دي حاجه مش صح قوي يعني ويعتبرها خدعه، بس لما تشتغل مكاني هتعرف ان اللي تكسبه لازم تلعبه. ده لان 90% من المشردين اللي بيجوا هنا بيجوا على اساس ان انا جاي اضيع وقتهم او ان انا جاي اهدد حياتهم. قلت له: بص يا ماركوس، كل ما تفهمني اكتر كل ما اقدر اساعدك اكتر، وانا مش عايز حاجه غير كده. انا هنا عشان اساعدك، فممكن تسمح لي وتساعدني عشان اقدر اعمل ده كويس. ما ردش على طول، بس على الاقل بدأ يفكر، وده اداني فرصه ابص له كويس. شعره اشقر وعينيه حمرا من قله النوم، وصحيح يعني هو مش احسن حاجه في الدنيا، بس حالق دقنه كويس، لابس بدله شكلها غالي، هي مقطعه وريحتها صعبه، بس انا عارف النوع ده من البدل كويس. خد نفس عميق وبعدين قال لي: بص، لو حكيت لك الموضوع هيكون لازم نتحمل النتائج بتاعته، انا وانت. وصدقني النتائج بتاعته مش سهلة ابدا. الموضوع ده ممكن يدمر لك حياتك، وانا بقول لك من الاول اهو عشان ما ترجعش بعد كده لا تلومني ولا تقول لي انت السبب، عشان انا مش ناقصك. انا حياتي متدمرة خلقة وزي ما انت شايف. وقف وشاور ناحية الباب قبل ما يقول لي: والا والله همشي ومش هتشوف وشي تاني. كنت متأكد فعلا انه لو مشى مش هيرجع تاني، انا مش هشوفه مرة تانية، وبالتالي خلاص مش هيبقى عندي اي فرصة ان اساعده بالشكل اللي يستحقه. فشاورت له عشان يقعد وقلت له: بص، انا هسألك سؤال. مكتوب في ملفك انك مش بتنام في نفس المكان مرتين، ودي حاجة غريبة، فليه انت بتعمل كده؟ في الوقت ده بصيت له الشنطة بتاعته وشفت الخيمة اللي بينام فيها وهدوم النوم اللي بينام بيها مترتبين كويس ومتطبقين بنظام ومحطوطين في الشنطة. بصلي من غير رد فسألته: ده بسببها صح؟ ساعتها وساعتها بس قعد رفع حجمه وقال لي: اوعدني ان مش هتحبس في مكان، واني لو اتحبست في يوم بسبب مشكلة بقى مع البوليس او بسبب اي حاجة او اي حد، انت هتساعدني بكل حاجة تقدر تعملها عشان تخرجني تاني يوم. انا مش عايز منك اي حاجة غير كده. وعلى فكرة انا عارف ان انا بطلب منك طلب صعب قوي، فليك مطلق الحرية تقولي لا وانا مش هزعل منك، بس ساعتها هاخد بعضي وامشي، وانت بكتب بقى في تقريرك اني ما جيتش هنا او ما شفتنيش، وانا لو حد سألني هقول له: لا يا عم انا لا شفته ولا اتكلمت معاه. وانت كمان لو حد سألك قول له: لا شفتني ولا تعرف. في اللحظة دي انا مستعد اقسم لكم اني شفت في عينيه خوف، مش مني، لا لا لا، خوف عليا. بس قلت له: اوعدك انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اوفي بالكلام ده كله. بدأ يتلفت حواليه وكأنه بيتأكد ان مفيش حد سمعنا، وعلى طول فهمت التعبير اللي اترسم على وشه. كان بيحاول يقنع نفسه يقول حاجة هو نفسه عارف اني مش هصدقها، فسكت خالص لاني عارف كويس ان في اللحظة دي مفيش اي حاجة هقولها هتقدر تساعد في الكلام ده. بالعكس،
انا ممكن ابوظ كل حاجة. فجأة قال لي عارف لما تبقى كل حاجة حلوة، كل حاجة في حياتك ماشية كويس قوي لدرجة انك بينك وبين نفسك بتقول لا اكيد في حاجة غلط. فاهم قصدي؟ يعني فجأة تلاقي نفسك متعين في وظيفة ما كنتش بتحلم بيها، خاطب اجمل ست في الدنيا، بتكسب كويس، عايش كويس، بس من جواك انت عارف ان في حاجة غلط. فهمني؟ فقلت له فاهمك كويس، كمل كمل. قال لي ده اللي حسيته لما شفت الشقة دي. انا كنت سبت شقتي القديمة لان عقد الايجار خلص ومعرفتش اجدده، ودورت كتير لحد ما لقيت الشقة دي قريبة من الشغل، اوضتين وحمام، متجددة قريب، ديكورها معقول، المبنى حالته كويسة، والسعر بتاعها يا نهار ابيض نص اللي كنت بدفعه في الشقة القديمة تقريبا. خدت العقد الجديد وبدأت أقلبه يمين وشمال، بدور بقى على ايه، فين البند اللي فيه الخدعة، بس ما كانش فيه أي خدعة في الموضوع. وللأسف مضيت معاهم العقد. ضحك بسخرية وبعدين قال لي لسه فاكر شعوري أول مرة دخلت فيها الشقة دي، أول مرة شفت الأرضيات نظيفة والحيطان مدهونة وبتلمع، وبدل ما أفرح باللي أنا فيه حاجة جوايا قالت لي اهرب اهرب من هنا حالا. بس أنا كنت غبي أو طماع، لأن الشقة كانت لقطة وسعرها كويس قوي. يومها كنت تعبان ومرهق لدرجة إني قلت أنا هسيب كل حاجة في الكراتين زي ما هي وهنام على المرتبة اللي كانت على الأرض بالبدلة بتاعتي زي ما أنا. رفع إيديه لفوق وفهمت ساعتها إنه بيتكلم على البدلة اللي هو لابسها، وبعدين كمل كلامه وقال يومها حلمت بكوابيس مش طبيعية، بس عشان أكون صريح معاك يعني أنا مش فاكر منها أي حاجة دلوقتي. خد نفس عميق وقال بعدها لاحظت آثار الخطوات، خطوات رجلين حافية ماشية على الأرض لحد ما وقفت جنبي وأنا نايم. الغريب إن الخطوات دي بدأت من الحيط، وكأن صاحب الخطوات دي خرج من جوه الحيط بس مرجعش تاني، يعني فضل واقف جنبي لحد ما اختفى فجأة. خفت الصراحة، مش هكدب يعني خفت شوية، بس للأسف كنت صحيت متأخر وكان لازم أروح الشغل بتاعي في أسرع وقت ممكن، فدخلت الحمام وظبطت نفسي بسرعة ونزلت بسرعة جدا. بس تاني ليلة كانت في اللحظة دي حد قفل باب المركز بصوت عالي جدا، فماركوس نط من مكانه بخوف. خد نفس عميق وحاول يهدي نفسه شوية وقال لي أنا بس محتاج أطلع بره، أنا محتاج أشرب سيجارة، ممكن تيجي معايا بره نكمل كلامنا؟ المفروض في شغلنا محدش فينا يقابل حد بره المكتب، لان ساعات الناس دي بيهددونا باسلحه عشان ياخدوا مننا فلوس يشتروا بيها حاجه من الحاجات اللي بيدمنوها، او حتى لو هي ست وانا راجل ممكن اتعلق بيها او هي تتعلق بيا وتحصل علاقه ما تنفعش في شغلنا. ولو حد عرف ان انا خرجت بره مع ماركوس ممكن يحصل لي مشكله كبيره جدا في شغلي، بس مش عارف ليه انا تجاهلت الكلام ده كله وخرجت معاه بره. يمكن انا كمان كنت محتاج اشم هوا، او يمكن ان القصه نفسها بدات تشدني، او ان الخوف اللي كان مالي عينيه وهو بيحكي حقيقي، مش عارف. ولع سيجارته وخد منها نفس وبعدين قال لي بعد الشغل تاني يوم كنت تعبان قوي، اليوم اصلا ما كانش بتاعي، ما كانش ماشي كويس، خناقه مع عميل رخم وخناقه تانية مع مديري، ووسط كل الدوشه دي انا نسيت خالص كل اللي حصل ليله امبارح وكل اللي شفته لما صحيت. رجعت البيت وشربت كوبايه ميه، قلعت جزمتي وشرابي ونمت زي القتيل. قلت لنفسي لما اصحى هبقى ارتب الشقه واطلب شويه اكل، بس للاسف راحت عليا نومه وصحيت لقيت الليل ليل ولقيت واحده بتاكل صوابع رجليا. فوقفت مكاني بصيت له من فوق النضاره، فخد نفس تاني من سيجارته وقال لي انا عارف انت بتفكر في ايه دلوقتي، وعارف كمان انت عايز تقول ايه، بس صدقني انا مش مجنون. انا كمان كنت مستغرب زيك كده بالظبط، وما كنتش قادر اصدق ان انا شايف ست عجوزه شعرها ابيض طويل قاعده على الارض تحت رجلي تاكل صوابعي باسنانها القذره المسوسه. صرخت زي المجنون لما شفتها وضربتها برجلي، بس رجلي عدت منها وكانها مش موجوده اصلا. حاولت اهرب منها، ابعد عنها، اتحرك بعيد، بس هي فضلت تزحف ورا رجلي وتمضغ الباقي من صوابع رجليا زي التعبان وتلحس الدم اللي بينزل مكان صوابعي اللي كلتها. رميت عليها الحلل والسكاكين والكراسي وكل حاجة ايدي طالتها، بس مفيش ولا حاجة منهم خبطتها، كل حاجة كانت بتعدي منها. في النهاية هربت من الشقة وانا حافي وبنزف، واتنين من صوابع رجلي ناقصين ومتاكلين. طبعا جيراني لما شافوني في الحالة دي اتصلوا بالبوليس فورا وجم فتشوا الشقة كلها، وزي ما انت متوقع لا لقوها
ولا لقوا اي اثر على الكلام اللي انا بقوله ده. بصلي وكمل كلامه وقال: عايز تعرف انا كنت مرعوب قد ايه؟ كنت مرعوب لدرجه ان حضنت الظابط وقعدت اعيط في حضنه. ودوني المستشفى، وهناك لما سمعوا الجنان اللي انا قلته ده طلبوا مني اقعد كام يوم تحت المراقبه، وانا وافقت فورا. اصلا انا مش مجنون يعني عشان ارجع شقتي والست دي لسه قاعده لي هناك. انا كنت متاكد انها لسه هناك بالمناسبه، بس طول ما انا كنت قاعد في المستشفى كنت ببص لرجلي وبتاكد ان اللي شفته كان صح، وان في شبح ست عجوزه خرجت من الحيط عشان تاكل صوابع رجلي. الجروح اللي هناك كانت جروح نظيفه زي ما تكون معموله بسكينه او بمشرط، مش كأن اسنان هي اللي قطمه الصوابع. وحتى العظم نفسه ما كانش موجود. بس البوليس قال لي ان هم لا لقوا لا صوابع ولا عظم ولا حتى نقطه دم في البيت كله، زي ما تكون كانت كل حاجه. سالته: يعني انت عايز تفهمني ان محدش تاني شاف الست الشبح دي وهي بتهاجمك خالص؟ هز راسه وقال لي: لا، وما عنديش اي دليل يثبت صحة كلامي، بس ممكن اوريك رجلي تتأكد بنفسك لو حابب. وفعلا وطى عشان يقلع جزمته، بس انا مديت ايدي ومسكت دراعه وقلت له: استنى، مفيش داعي لك. تحت ايدي حسيت بحتة ما فيهاش لحم، لمستها بايدي وعرفت انها على شكل عضلة. خد نفس كمان من سيجارته وقال: كنت فاكر بقى اني هكون في امان في مستشفى، صح؟ لا، غلط. صحيح الامن واقف على باب المستشفى والدكاتره والممرضات رايحين جايين في كل مكان، بس برضه كنت حاسس. لا، حاسس ايه؟ انا كنت متاكد انها هتيجي تزورني، هتزحف على الارض زي التعبان وعلى وشها ابتسامه مرعبه عشان تاكل بقيه صوابع رجلي. وبصعوبة قوي قدرت انام اول ليلة ليا هناك، او هو مش نوم يعني، انا اغمى عليا، عيني غفلت. المهم ان الليلة عدت على خير. بس تاني ليلة بقى نمت عادي جدا. وشه اتملى ألم قبل ما يكمل كلامه ويقول: صحيت على الوجع اللي مهما وصفته لك مش هتقدر تتخيله. واول حاجه شفتها اول ما فتحت عيني هو وشها. المره دي كانت جنبي، واقفه جنبي، بتاكل حته من دراعي وبتلحس الجرح بلسانها. شعرها كان مغطي وشها، وبدات اصرخ زي المجنون. الممرضه جت تجري، بس بمجرد ما دخلت الأوضة الست دي اختفت وما بقاش ليها أي أثر. سألته: يعني للمرة التانية محدش شافها وهي بتهاجمك؟ هز راسه وقال لي: لا، وبرضه ما عنديش أي دليل غير العضة. الدكاترة قالوا إن أنا اللي عملت كده في نفسي، وإن أنا مجنون، وإن أنا لازم أتحول لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية. وفي اللحظة دي عرفت فورا إني لازم أهرب من المكان ده كله. فقلت انا هتصل بالمستشفى اول ما ماركوس يمشي عشان اتاكد من القصه اللي هو حكاها دي. بس فجاه قطع افكاري بصوت عالي مليان سخريه: وبعد ده كله يجي واحد زيك يقول لي انت بتنام في الشارع ليه؟ بنام في الشارع ليه؟ ما بنام في الشارع عشان لو نمت في مكان واحد مرتين مهما كان المكان ده هتجيلي. مش عارف هي مين، مش عارف هي اختارتني ليه عشان تعذبني بالشكل ده، بس اللي عارفه كويس قوي انها هتظهر لي في اي مكان ابات فيه ليلتين ورا بعض. عشان كده عايزك تساعدني، عايزك توعدني انك مش هتسيبني انام في نفس المكان ليلتين ورا بعض. وبدأ يعيط وهو بيقول: دي حتى العظم بتاكله مش بتسيب منه حاجة. مش فاكر قوي ماركوس قال ايه بعد كده، ولا فاكر حتى انا كتبت ايه في التقرير بتاعي، بس فاكر ان انا اديته الكارت بتاعي وقلت له ده رقمي واتصل بيا لو حصل لك اي حاجه وانا هحاول اساعدك والكلام ده كله. وحاولت اقنع نفسي ان القصه الغريبه اللي هو حكاها دي كلها مش حقيقيه، ده واحد بيتهيأ له او تهيؤات او خيالات او اي كلام. ولما هديت شويه خدت بالي انه ما سابش اي حاجه تخليني اقدر اوصل له مره تانية. فقلت خلاص كده كده هو لما يحتاجني هيكلمني. بس خليني اقول لك بقى اني لا شفت ماركوس تاني في حياتي ولا هو زار المركز تاني، وبمرور الايام انا نسيته. والحقيقه يعني دي مش حاجه انا فخور بيها قوي، لحد ما جات لي مكالمه تليفون. ما كانش ماركوس هو اللي بيتصل، كان حد بيقول انه ضابط شرطه من ولايه بعيده شويه، وقال لي ان هو بيكلمني عشان في حاجه غريبه قوي حصلت في السجن بتاعهم. ماركوس رينالد براونويل، شاب عنده 31 سنة، اتقبض عليه من كام يوم بسبب انه بينام في الشارع، وفجأة قعد يصرخ زي المجنون ويقول: لا، انا ما ينفعش اتحبس في زنزانة واحدة، انا لازم اغير الزنزانة اللي بنام فيها كل يوم. ولما اعتبروه مجنون ومحدش عبره بدأ يتصرف بعنف مش طبيعي، لحد ما عاقبوه ونقلوه الحبس الانفرادي لمدة 3 أيام. الضابط اللي كان بيكلمني ما كانش عارف بالظبط ايه اللي حصل، بيقول ان الكاميرات كلها باظت بسبب غير مفهوم. وبعد ال3 أيام دول لما راحوا وفتحوا باب الأوضة ما لقوش غير بدلته الفاضية مرمية على الأرض. ماركوس اختفى من غير ما يسيب أي أثر.
الضابط خد نفس عميق وبعدين قال بص، احنا عارفين ان هو هرب، بس يعني بما انه حاول يتصل بيك كتير، وكتير دي اقصد بيها زيادة عن اللزوم، وكان قاعد يقول لنا انك هتيجي عشان تخرجه، فغالبا كده انت عارف حاجة احنا مش عارفينها. عشان كده انا مضطر بشكل رسمي اسألك، تعرف حاجة عن الشاب ده؟ ما ردتش عليه، لان الجمل اللي قالها بدأت تتكرر في دماغي. حاول يتصل بيك كتير، وكتير دي اقصد بيها زيادة عن اللزوم. قال انك هتيجي عشان تخرجه. طبعا بقى انا نسيت تماما ان ماركوس مش هيعرف يوصل لي لما غيرت رقمي القديم، وحتى لما سبت شغلي خالص. وبما ان انا اللي ما كنتش عارف اوصل له وانا كنت عارف مكانه، فما كنتش عارف اديله رقم الجديد. بس دي ما كانتش المشكله ان انا حلمت بكوابيس امبارح طول الليل، والاسوأ من ده ان صحيت مش فاكر منها اي حاجه. بس لما صحيت وشفت اثار الخطوات، خطوات الرجلين الحافيه اللي ماشيه على الارض خارجه من الحيط واقفه جنبي، ساعتها افتكرت. من يومها وانا بنام في الشارع، من يومها وانا ما بنامش في مكان واحد مرتين. صحيح هي ما ظهرتليش ولا مره لغايه دلوقتي، بس انا خلاص بقيت عارف وفاهم، وبدعي ربنا بقى ما يجراليش حاجه، لان لو جرالي حاجه انت اللي عليك الدور، لانك انت اللي عارف كل حاجه.